السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا بقى النهاردة انا هتكلم على ايه؟ على الميكوبلازما. شايفين عينيها عاملة ازاي؟ عينيها مقفولة خالص وكانت مرغية اهو، كانت مرغية. وكان عندي انا اصلا الفراخ البياضة برضو كانت تعبانة كده، بس انا ما صورتلكوش. فانا دلوقتي ايه علاجها بقى وهعمل ايه؟ اولا نحط في المية مضاد حيوي، نحط في المية. ايوه امسكي كده، خليكي لا كده زي ما انا عامله كده، عشان انا هديله قطره. القطره دي بتجيب نتيجه كويسه اهي. القطره دي مضاد حيوي بجيبها من الصيدليه البشريه. خليكي ثابته كده وانا اللي هظبط ايدي عليكي اهو. بصوا بقى هنعمل ايه بالراحه خالص. هنفتح كده، لو فيها حاجه عايزه تتنضف هننضفها، لو فيها سائل جامد هنشيله. يعني انا عندي الفراخ البياضه حصل فيها كده، وكان فيها سائل اصفر اتجبن كده جامد، وانا شلته بايدي كده بنظافه بمنديل، وحطيت له القطره دي. نحط تاني بس كده بس. هتابعها بقى، انا هتابعها. وهنحط لهم في الميه مضاد حيوي، يبقى في الميه مضاد حيوي، واحط في الموكس 500. بنتي تقريبا بتلعب بالكاميرا اهو، هاتي بقى. هنحط في الميه مضاد حيوي 500، وهندي القطره دي 3 ايام والدنيا هتتحسن خالص ان شاء الله. يعني انا ده كده تمام. اللي انا حطيته ده عايزه بس ايه اوريكم ان هو عادي ممكن يفتح عينه. فتح يا عم عينك يا عم. طيب اهو فتح عينه اهو. الله، انت بتكسفني كده ها؟ طيب اهو والله بيفتح عينه. لو كانت احيانا بتبقى العين بتلزق، بصوا احيانا العين بتلزق. لو لازقه نفكها بالراحه ونطهرها ونحط له الايه القطره دي. في الغالب بتبقى عين واحده والعين التانية بتبقى سليمه يعني. طيب خليك بقى كده، هو الظاهر بيستنى الكاميرا ما تجيش عليه عشان يفتح عينه. في واحد تاني انا غديته. طب امسكي ده كده. بصوا التاني، لا انت عايز تروح فين بقى؟ هاتي ده وانت امسكي التاني. بصوا ده انا اديته. طب بتقفل ليه يا عم؟ اهو ده انا اديته امبارح. فانا بتابعهم بقى. اللي بلاقي عينه بالمنظر ده اروح حاطه له القطره. بصوا العين التانية مفيش حاجه اهي، كويس زي الفل. العين دي اللي شويه تتفتح شويه تتقفل، ايوه زي ما عمل كده. طبعا هي باينه ان هي ملتهبه قدامي اهو اهو. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ هحط المرهم القطره اللي انا قلت لكم عليها. عيالي سابوني ومشوا كده. بسم الله. ممكن حد يجي يمسك لي التليفون عشان احط القطره لو سمحت؟ مرام، اللي امسكي التليفون عشان احط القطره بسرعه. اهو انزلي كده عند ايدي. بفتح كده بالراحه اهو، بفتح كده بالراحه. لو في ماده صفراء هشيلها، وبروح حاطه جوه عينيه كده بالظبط. بخليه كده يقلبها. شوف طلعت رغاوه اهي، يقلبها جوه عينه، واروح حاطه واحده كمان. بس 2 كده، وان شاء الله على بكره هوريهولكم هيبقى زي الفل. لان انا كان عندي كده في البياض وما شاء الله وارتاحوا يعني. مفيش غير واحده بس هوريها لكم النهارده، هوريها لكم برضه اهو. عينه ما شاء الله يعني فيها تحسن. ايه بقى الميكوبلازما دي بتيجي من ايه؟ شوفي لو في حاجه تانية هاتيها. بتيجي للكبار، معلش بقى على منظر السلم لسه هنروق يعني. تيجي للكبار الفراخ الكبيره من الفرشه مش نظيفه، من عدوى من الجو، او لو حاجه مصابه جنبه، من النقر في الفرشه اللي مش نظيفه وفي الفضلات بتاعتهم. فبيجي لهم المرض ده، وبيبدا كده بالمنظر ده، بيبقى شكل العين كده. ولما بيتضاعف بيبقى في ماده صفرة حوالين العين.
انا شلتها قبل كده بس ما صورتلكوش. بضغط عليها بايدي بالراحه بمنديل كده نظيف، وبطلعها بتبقى كتله كده عريضه تخينه. ده كده انا بنضف وبشيل يعني الحاجه الميكروب اللي جوه اللي هو ممكن هيخش المعده بقى. وبدي كل العلاج ان انا بدي القطره دي اهو، وبدي المضاد الحيوي. وبالنسبه للمضاد الحيوي ممكن ندي تايلوزين في الميه، نص جرام على رتل الميه اهي. مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا، بس انا مش شايفاها الصراحه. في حاجه بلدي. طيب بس كده ده فرخ ساسو اهو. العين دي سليمه، العين التانية هي اللي مش سليمه. تعالى كده يا برنس معانا اهو. مش قوي برضو لان ممكن اكون اديته قبل كده، فهنديله برضو قطره احتياطي. خدي حبيبتي امسك كده ثواني اهو. يبقى حاجه من اللي هنعالج التعب نفسه، وهنعالج من جوه المعده. هندي في الميه مضاد حيوي تايلوزين او فلوموكس 500. انا اتعاملت في فلوموكس وكان زي الفل. وهندي القطره مضاد حيوي، اي قطره مضاد حيوي من الصيدليه. يلا عشان ما اطولش عليكم، هي دي الميكوبلازما اللي ممكن تظهر، وان شاء الله بعد كده هنتكلم عنها بتفاصيل اكتر وبصور اكتر. اعملوا الحركتين دول، طهروا كويس، نظفوا المكان ورشوه بميه بكلور. انا بعمل كده، برشه بميه بكلور. الوقت اللي هم جالهم الميكوبلازما ده انا كنت تعبانه وما كنتش نظفت، فهم نكشوا جامد في الزرق اللي تحتهم، والريحه طبعا كانت برضو مش كويسه، فجالهم ده. فلما يعني قريت بقى ودخلت كده في التفاصيل، عرفت ان ده بسبب الفرشه وبسبب الزرق اللي هم بينكشوا فيه، فبيجي لهم في عينيهم وبيجي لهم في معدتهم. فنعالج الموضوع عن طريق ان احنا ندي القطره مضاد حيوي في عينيهم، ونحط مضاد حيوي في الميه. والمضاد الحيوي يا اما تايلوزين من الصيدليه البيطريه نص جرام على الرتل، يا اما نجيب فلوموكس. وبقى انا بحط برشامه 500 على السقايه ال4 لتر 3 ايام، والموضوع ان شاء الله بيختفي تماما. فيلا جربوا لو حاجه حصلت كده، وان شاء الله باذن الله ما يحصلش حاجه عندكم، وتعدي دوركم على خير وسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.